جماعة السلام عليكم. عايزين بس نقول كلمتين في حق الطفل ياسين اللي اتغدر بيه. كنت عايز تقول ايه يا حاج؟ الحكم اللي اتحكم ده صراحة ده أنا شايفه اللي هو إيه بيسكت الناس بس، لكن ده ولا حكم ولا حاجة. ايوه بس ده راجل اتحكم عليه بالمؤبد يا حاج. راجل عنده 80 سنة، مؤبد إيه يا جدعان؟ مؤبد إيه؟ الراجل ده إعدام في ميدان عام قدام الناس عشان يبقى عبرة لغيره. ده هيعمل نقض وهيعمل استئناف وهياخد عفو رئاسي ولا عفو زي اللي بيقولوا عليه ده. مش هيكمل سنة، ده أصلا هيموت يعني. مؤبد إيه؟ فين حق الطفل دوت؟ المفروض الطفل ده يتعمل له مثلا، يدفع له فلوس يعالجه نفسيا على اللي هو شافه طول السنه دي. تعويض. فين الكلام ده؟ فين الثلاثه اللي كانوا بيساعدوه التانيين دول راحوا فين؟ المدرسه دي تتقفل لسه ليهم جلسه. فين كل دوت؟ لكن المؤبد ده كلام فاضي. ده احنا كده بيضحكوا علينا كده ده ولا حكم عادل ولا اي حاجه. ده هم بيسكتونا بس، لكن ده ولا حكم عادل ولا اي حاجه. احنا عاوزين الراجل ده يتعدم. الراجل دوت مريض نفسي، ولو طلع هيعمل كده وهيزيد بردك فيها. بس كده هو ده رأينا يعني يا جماعة احنا شايفين ان الحكم دوت كده مش عادل، لان فعلا طب هو راجل عنده 80 سنة يعني مؤبد ايه؟ لا هيخش السجن وهيطلع يا متى هيفضل مقضيين في المستشفى. مش هيجرى له حاجة. هو اصلا يعني هيخش السجن، هيقعد السجن ده بالنسبة له اوتيل 5 نجوم يعني. ما تفكروش اللي هو هيخش السجن يقعدوه مع المساجين يعني. الراجل ده هيقعد جوه لوحده معزز مكرم وهيتعمل له كل حاجة بفلوس. وبعدين يا جماعه الموضوع دوت ما كانش حد يسمع عنه حاجه. انتوا عارفين مين اللي بدأ القصه ديت ومين اللي شغالها اصلا من الاول؟ مين يا حاج؟ في واحده اسمها آية عيسى، دي ما شاء الله عليها يعني. هي اللي كانت بتحرك الدنيا برضه. هي قاعده في امريكا وبتحرك الدنيا كلها برضه. عاوزين دعموها برضه الست دي يا جماعه. يعني ربنا مش عارف. وبعدين ناس ياما قالت احنا رايحين واحنا جايين، احنا مش في الكوره هنا سياده المستشار، مش ماتش كوره. انت قلت رايح وهتعمل في حاجه، يعني ايه رايح يوم الجلسه نطلب الحكم؟ انتوا بتشتغلوا الناس ليه يا جماعه؟ يعني انتوا بتشتغلوا الناس ليه؟ حسبي الله ونعم الوكيل وحق الولد ده كده. انا عن نفسي انا كابو يوسف انا مش مرضي. انا مش مرضيين. انا حاسس ان كده حق الولد ده راح على الفاضي. حق الولد ده كده يا جماعه راح على الفاضي. اعدام، اقل حاجه اعدام. حسبي الله ونعم الوكيل. وفين حقه النفسي وفين هيتعالج نفسي ازاي الولد ده؟ هيعيش ازاي ده؟ حسبي الله ونعم الوكيل.